بدي احكي لكم قصه كثير مهمه عن موضوع العيب وثقافه العيب. باحدى المدن الامريكيه وباحد المساجد وقف احد المسلمين قال: يا جماعه، انا بنته توفت عمرها 18 سنه، انا بنتي ماتت وسبب موتها اوفر دوز، اخذه مخدرات كثير فرقت الحياه. قام واحد ثاني حكى نفس الجمله، قال: انا ابني قبل اسبوع مات وما قلت لكم سبب الموت، هذا سبب الموت. اكتشفوا انه تقريبا كل 10 ايام عم بيموت شاب من الشباب المسلمين بهي المدينه بسبب المخدرات، وكله بسبب ثقافه العيب. ما عم بيقول والله حادث سير، عفوا، بيقول معه جلطه بصير مشكله، ما بيقربوا على الموضوع بسبب ثقافه العيب. اجتمعوا المسلمين مع بعض، اجتمعوا راس الجاليه وقرروا انه بدنا نلاقي حل لهي المشكله. راحوا على الكنيسه، التقوا مع الرؤوس بالكنيسه، قالوا لهم نفس القصه عنا اياها، هي المشكله. التقوا مع ناس من ديانات وحتى ثقافات مختلفه، اتفقوا كلهم انه فعلا عم نعاني بهي المدينه من نفس المشكله. قرروا انهم مع بعض يتكاتفوا ويلاقوا حل، وفعلا راحوا للشرطه وصاروا يلاقوا حلول مجتمعيه. اليوم الحمد لله كل 8 شهور لتسمع عن شاب توفى بسبب قصة المخدرات. ليش؟ لأنه ثقافة العيب أول شيء حاربوها وقدروا ينتصروا على مشكلة عم تعاني منها الجالية الإسلامية والجاليات الثانية، ساعدوا كل المجتمع بهي المدينة. فحبيت أنقل لكم هي القصة من القصص اللي سمعتها وأثرت فيني هون. إنها أمريكا.